السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة وطعمها حلو، ومش تاخد منك 5 دقايق، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. لأول مرة تشوفونا أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحم موتانا جميعا وجزاكم الله كل خير. يلا بينا مع بعض على الطريقة، طريقتنا سهلة ومفيهاش أي حاجة. هنجيب نص كيلو كبدة بلدي بالشكل ده وهقطعها بالطريقة اللي تعجبك، بس تحط عليها ليمون وخل. خلاص، واجيب الطاسه احط فيها يدوب معلقه زيت، تمام. واحط فيها بقى التومه بتاعتي كده المفرومه، خلاص معلقه توم كبيره كده محترمه ولا معلقتين. وانزل بقى على طول بالكبده اديها صدمه، يعني انا مش هحمر التومه ولا اي حاجه، انا ممكن انزل بالكبده الاول، بس انا اديت صدمه للتومه والكبده مع بعض، خلاص عشان ما تصفيش لدم، والمسام بتاعتها تتقفل على طول. وهنزل عليها بقى بشويه كمون وفلفل اسمر وشويه كزبره حاجه صغيره، وشويه كاري طبعا الحاجه اللي تحبيها، بس الحاجات دي كلها متناسقه مع بعض ومبتغيرش في طعم الكبده. خلاص، واحط شويه توابل لحمه صغيره وشويه سكر، مش هحط الملح دلوقتي، هقلب تقليبه خلاص عشان تغير اللون بتاعها، تمام. بالشكل ده كله قدام الكاميرا، مش هفصل علشان خاطر هي اصلا مش هتاخد وقت معايا، تمام. لحد خلاص ما بتكون معايا تمام احمرت بالشكل ده، هبتدي بقى اكون مجهزه معايا فلفل الوان، تمام، حسب المتوفر عندك. وفلفل حار انا حاطه نص قرن حاجه صغيره، وبحطه سليم علشان خاطر ما يبقاش حراق جامد، يصفي العصاره بتاعته، وفي نفس الوقت ما يكونش حراق جامد عشان الولاد. وبنزل على الفلفل الالوان بالشكل ده الملح، خلاص كده. وبقلبهم كده مع بعض ايدي فيهم، خلاص. وشويه كده وبكون مجهزه طماطمايه وشايله القلب بتاعها، وانزل بقى كده متقطعه، ده اختياري، ممكن في ناس بتحبها وفي ناس تانية ما بتحبهاش، بس هي بتديها طعم حلو بتسكرها، وفي نفس الوقت انا كده حطيت عليها خضار بيبقى طعمها حلو جدا. وبعد كده بقى يا ستي خلاص كده الكبده جاهزه معانا. حطي بقى في رغيف بلدي، شايفين الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه، والريحه واو. هنجيب بقى الرغيف البلدي، انا كنت رغيف فينو رغيف بلدي اي حاجه، انا عملتها قبل كده في حطيتها في العيش الفينو، بس في العيش البلدي حاجه تانية. وحطي بقى كبدة ولفي وحطي صوص لو بتحبي، ولفي بقى وكلي احلى كبدة، وبألف هنا وبألف شفا، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. ما شاء الله سهلة وبسيطة ومخدش مننا وقت، وطعمها تحفة وانضف بكتير واحسن بكتير من بره. لما تيجي تقطعي الكبدة، عايزة تقطعي بطريقة كويسة، تحطها في الفريزر شوية صغيرة علشان خاطر تمسك معاكي وتعرفي تتحكمي فيها في التقطيع. وبألف هنا وبألف شفا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.